دول كلهم بيخلوك تعمل صور وفيديوهات من مجرد جملة. لكن تعال هنا، الحقيقة إن القوة الكبيرة بتبان لما تدخل عالم البريميوم. هناك بتحس إنك في مستوى تاني خالص. شات جي بي تي بلس أسرع وأذكى من النسخة المجانية. ميد جورني بيعمل صور بجودة خيالية. أدوبي فاير فلاي دخل السحر جوه الفوتوشوب. ورانواي بيطلع لك فيديوهات بجودة سينما. وسينثيسيا بيخليك تعمل افاتار شبه بني آدم بيتكلم بصوتك او بأي لغة تانية تختارها. الموضوع مش بس ادوات، لا، ده بقى مستقبل كامل بيتشكل قدام عينينا. زمان كنا بنسأل امتى الذكاء الاصطناعي هيبقى جزء من حياتنا. دلوقتي السؤال بقى، هل الذكاء الاصطناعي هيكمل مجرد مساعد لينا، ولا في يوم من الأيام ممكن يبقى هو اللي ماسك زمام الأمور؟ وفي الآخر اللي أكيد إن الذكاء الاصطناعي مش هيرجع لورا، هو ماشي دايما لقدام وبسرعة رهيبة. والسؤال بقى، احنا مستعدين نواكب السرعة دي، ولا هنلاقي نفسنا فجأة بنتفرج عليه وهو بيجري قدامنا؟